25 يناير 2011 لم يكن يوما عاديا. كان الشارع المصري مختلفا، فقد خرجت الجماهير في يوم عيد الشرطة لتحتفل بطريقتها وتعلن رفضها لما يحدث بالوطن. فلأول مرة تكون للثورة ميعاد محدد من خلال دعوات الفيسبوك. ملعون أبوك يسكت، أنا قلبي مش هيموت، لو سلسلوا خطوتي أنا لسه فيا الصوت. عوامل قيام الثورة، العوامل الأساسية اللي أدت إن الشعب كله قام بالثورة كانت الفساد اللي في البلاد اللي عمل البلاد كلها، محاولة توريث الحكم، الحالة الاقتصادية اللي كان عايشها الشعب المصري كله، والمعاناة اللي كان بيعانيها أكتر من 80% من تعداد الشعب المصري. هي ديت العوامل الرئيسية اللي أدت لقيام الثورة. يوم 25 يناير 2011 نزلنا نطالب بالعيش وبالحرية وبالعدالة الاجتماعية. ما تصورناش ان الثورة ممكن توصل لحد ان احنا ممكن نركب جدار حاجز عشان تمنع الناس من التعبير عن رأيها او تتوجه لمكان ما للتعبير عن رأيها. بالظبط يوم 25 يناير كنا في المكان ده، كانت المواجهات في المكان ده، كنا احنا بننادي سلمية وهم بيضربونا بالخرطوش وبالطوب وبالعصيان وبالطلقات النارية حتى يعني. احنا كنا واقفين طبعا نازلين سلميه تماما. بدات من اول الضرب بالعصيان لحد تحديف الطوب على المتظاهرين لحد اطلاق القنابل الغاز، كان بشكل متقطع طول اليوم لحد ما جت على حوالي تقريبا الساعه 12 بالليل. كان بقى ضرب علينا يعني اعتقد يعني اكثر يمكن من 1000 قنبله غاز مسيل للدموع تقريبا. الميدان كله ما كانش فيه اكسجين حتى ان احنا نقدر نتنفسه. جاء يوم 28 من يناير، جمعة الغضب. خرجت الجماهير تهتف، الشعب يريد إسقاط النظام. وبدأت المواجهات بين أصوات الهتاف للمتظاهرين وأصوات طلقات الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من الشرطة. وبقي الإصرار من الثوار رغم تساقط الشهداء في جميع ميادين مصر. اللي حصلت في اول 18 يوم كانت اصابات كتيره جدا، وابتدت من يوم 25 من قبل ما الميدان كمان يتفض. انا اعرف عبد الرحمن عاطف هو اول مصاب دخل قسم الرمد في مستشفى القصر العيني، اتصاب يوم 25 بالليل الساعه 10 بخرطوش في عينه، كان بيحاول ينقل المصابين وكده. الخرطوش ابتدى من بدري جدا، كان في طلق حي كمان ابتدى من اول حاله انا عرفتها كانت يوم 26 او 27. يوم 26 تقريبا كانت قدام دار القضاء العالي، طلق حي المتظاهرين اللي كانوا موجودين قدام دار القضاء العالي. الفن المصري لأول مرة ينجح ان هو يوثق كل احداث الثورة من اول النهاية
لغايه اخر احداث، بدايه من الافلام التسجيليه اللي اتعملت عن الثوره، ودي شفنا منها ما يفوق ال 100 فيلم. الجرافيتي اللي كان بيترسم، الحفلات اللي كانت بتتعمل داخل الميدان، كل حدث داخل الميدان كان بيتعمل له مقطوعه فنيه سواء موسيقيه او تمثيل مسرحي او اي شكل من اشكال الفن. لاول مره في الثورات العربيه، الثوره المصريه تحديدا، نشوف الفنان بينزل بنفسه وبيشارك بنفسه في الحدث. طول عمرنا كفنانين وكسينمائيين بنشوف الحدث وبنكتب عنه بعد ما بيخلص، لكن الثوره المره دي مختلفه. الفنان كان بينزل بنفسه، سواء ممثل سواء شاعر او اديب او قص او اي نوع او whatever من انواع الفن المصري كان موجود داخل ميدان التحرير. ناس كانت بتقول الفنانين الجرافيتي بيبوظوا الحيطان يعني بيشوهوا الحيطان كتخريب ممتلكات عامه، بس احنا ما كناش، احنا مش قصدنا كده، احنا قصدنا ان احنا بنوثق الصوره الناس الشهداء اللي ماتوا في محمد محمود زي مينا دانيال، محمد مصطفى كاريكا، احمد حراره اللي اتصاب في عينه، كان اول واحد يترسم على سور الجامعه الامريكيه، عشان يعني مثال اللي هو يعني اتصاب، ويعني هو مش بلطجي ولا اي حاجه، وكان اللي احنا عايزين نوصل بس صوره اللي يعني الناس مش كل الناس اللي نزلت التحرير بلطجيه ولا كانوا عايزين يعملوا شغب ولا اي حاجه، كانوا بيقولوا فكره معينه واحنا بس كنا بنوصلهم بس بالفن اللي هو فن الجرافيتي. مع انتهاء يوم 28 من يناير أصبح واضحا أن أيام النظام في الحكم باتت معدودة، وبدأ الميدان في اتخاذ الخطوات التصعيدية وإقامة المنصات الثورية، وانطلقت أصوات ارحل ارحل. بدأت خطابات الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تعمل عملية زي خلخلة أو شق في الصف، مش مننا احنا، لكن مع أهالينا اللي كانوا متضامنين معانا ومؤيدين لينا من أول يوم، تحت شعار يعني كفاية كده، نص حل ماشي يعني أحسن من ما فيش. لكن كانت النقطة بالنسبة لنا كانت خلصت وكانت انتهت، احنا يعني أو الجيل دوت ما يعني خلاص، هو أنصاف الحلول بالنسبة له اترفضت رفض تام، يعني إما الحل كامل وإما لأ، ولا ديت لو مقابلها حتى مستقبلنا موتنا، احنا خلاص ده اللي احنا كنا ضحينا بيه، او ده اللي احنا كنا على استعداد للتضحيه بيه. ان هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصريه، فيه عشت وحاربت من اجله ودافعت عن ارضه وسيادته ومصالحه، وعلى ارضه اموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. نظام مبارك ورموزه يلعبون في لحظاتهم الأخيرة ويوجهون أنصارهم إلى مهاجمة الميدان. الساعة 2 الظهر حصل الهجوم بتاع بلطجية النظام على ميدان التحرير. كنا احنا ساعتها موجودين في المستشفى الميداني، ابتدت حالات الإصابات تيجي، حالات
عدد رهيب من الإصابات من كل الأنواع ابتدت تيجي على المستشفى الميداني اللي احنا كنا عاملينها في مسجد عباد الرحمن. بعد شويه ابتدت الحالات تزيد اكتر، المستشفى ما قضتش وابتدى المرضى يبقوا موجودين في كل حته في الشوارع المحيطه بالمستشفى. الناس قالت لنا ان دلوقتي الاشتباكات اتركزت قريب من ميدان عبد المنعم رياض، والمكان بعيد على الوصول ليه يعني للمستشفى الميداني، فاضطرينا ان احنا ناخد شنط وادويه ومستلزمات ونروح بيها عند عبد المنعم رياض. في حدود حوالي الساعة 5 أو 6 المغرب وصلنا لغاية المكان اللي قدام المتحف وتركزنا هناك. كانت الاشتباكات في الأول قدام المتحف وبعدين وصلت لغاية عبد المنعم رياض. جات لنا إصابات كتيرة معظمها طوب وشويه خرطوش وحروق نتيجه المولوتوف اللي كان بيترمي. وبس على الساعه 12 او 1 بالليل ابتدت تظهر الاصابات بتاعه الطلقات الناريه والناس اللي استشهدت نتيجه الاصابات دي، وشفنا حالات خطيره جدا زي ان واحد مثلا نتيجه الاصابه بالرصاص اللي احنا متاكدين ان هو كان رصاص قناصه، والاحتمال الاغلب ان هو كان بيتضرب من فوق رمسيس هيلتون. واحد جمجمته انفجرت ومخه وقع منه، ودي كانت أسوأ حالة شفناها في الثورة كلها. القصاص هيتحقق بتحقيق المطالب الأساسية اللي الناس استشهدت عشان تطالب بيها. صمد الميدان ضد مؤامرات النظام الذي لم يعد أمامه سوى التخلي عن السلطة والإنصات إلى صوت الجماهير. ظهر عمر سليمان الساعة 6 تقريبا وقال خطاب التنحي. مش هقدر اوصف الفرحة اللي كانت موجودة في الميدان. الناس ما صدقتش، في ناس اغمى عليها من الفرحه، في ناس جالها هستيريا، معظم الناس سجدت شكر لله. في هذه الظروف العصيبه التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه، وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحه لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت المصري بتاع زمان. كانت فرحة غامرة، يعني الواحد ساعتها تخيل ان من كتر فرحة الناس وحماسة الناس ان الطاقة الإيجابية دي ممكن تخلي أي واحد فيهم لو قلت له هات لي نجمة من السما فوق ممكن يجيبها. عيش، حرية، عدالة. شهر يناير يوم 25 أعظم تاريخ ثورة مصرية على مر السنين. شباب رفع راس مصر لفوق، مش لابس فوق، عاوز حقوقه الشرعية وطلبها بكل ذوق. خد لك لفة ولفت واتفرج في ميدان التحرير، هتلقى وشك ابتسم قلبك قرب يطير. شباب فهم معنى الوحدة اتحد عمل تغيير. انت المصري النهارده بعد الثورة اكبر بكتير. ما تخافيش يا بلادي في عز المحنة تحامي فينا، احنا